سنكون مخطئين إذا استمرينا باعتبار المغرب منتخبا من الدرجة الثانية، لأنه ومنذ وقت طويل لم يعد كذلك، لأنها جامعة طموحة وشرسة في استقطاب اللاعبين، لها وزن مؤسساتي وخارطة طريق واضحة. استعادوا كأس إفريقيا في المكاتب، وهو أمر شبه مستحيل. يراهنون بقوة على مونديال 2030، ربما حتى أكثر من إسبانيا. برهنوا أنك إذا غفلت يأخذون إبراهيم معهم. كانوا على وشك أن يأخذون تشافي وإنيستا معهم كذلك، الأول كمدرب والثاني كمدير رياضي. الأمر واضح بالنسبة لهم، لذلك موضوع تياغو بيتارتش ليس بالأمر الهين. بيتارتش ظاهرة، ترى ذلك في طريقة مشيه، في تعامله، وفي أمور وتفاصيل صغيرة. في مثل هذه الحالات كلما كنا سريعين سيكون الأمر أفضل، لأن بعد ذلك يأتي الندم ومقالات التأسف، وسنتساءل لماذا تأخرنا. هناك قرارات رياضية لا تخص سوى دي لا فوينتي، وقرارات أخرى يجب أن تكون جامعية. جعل اللاعب يحس بأنه مهم، هو وأسرته ومحيطه. إسبانيا لا يمكنها أن تدير وجهها، خصوصا عندما تنافس جامعة تشتغل، تصر، تضغط، وهناك سوابق. لأن الرسالة مهمة: المنادات، الاقتراب، العناية، وإعطاؤه الإحساس بأنك تعتمد عليه ليس هدية بل حماية لتراث كروي، وبيتارتش يدخل في هذه الخانة. إذا سألتموني أقول لكم أنه يجب علينا أن نتحرك بسرعة، لأن بيتارتش لاعب كبير والمغرب يأخذ الأمر بجدية.